هنعمل ورقة لحمة ان شاء الله. يلا بينا. هنا عندي طماطميتين مبشورين كبار، هحط عليهم معلقة توم وكمان بصلاية مهروسة، وهضيف كمان معلقة خل كبيرة، وده بيساعدني ان اللحمة تستوي بسرعة وتبقى دايبة دوب كده. بالنسبة للبهارات بتاعتنا فانا عندي ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسمر وبهارات لحمة. طبعا تقدروا تستخدموا اي بهارات انتوا حابينها. هخلط مكوناتي كلها حلو مع بعض. بالنسبة للحمة فانا عندي لحمة بلدي وفيها كمان قطعة دهون. هضيف الخليط بتاعي كله عليها بالشكل ده، وهضيف 3 معالق زيت كبار. ضفت الزيت وكل مكوناتي، فدلوقتي بقى هقلب الخليط ده كويس قوي مع اللحمة. اهو يا جماعة كده اللحمة بتاعتي جاهزة. عايزة اقول لكم ان انا بعمل كل ده من بالليل، وهخليها لحد الصبح في التلاجة ان شاء الله، والصبح باذن الله نكمل باقي ورقة اللحمة مع بعض. على فكرة التتبيلة ريحتها حلوة قوي. صباح الخير، احنا النهاردة تاني يوم. فعندي هنا قطعت بصل، قطعت الكمية اللي انتوا عايزينها. انا ما كترتش قوي لان اللي عندي بياكلوش قوي وكده فحرام يعني. وعندي هنا طبق فيه فصوص توم، طماطمايه واحدة بس ايا كانت الكمية اللي انا بعملها في ورقة اللحمة، بحط طماطمايه واحدة بس، وقرنين فلفل اخضر. لو ما عندكوش اطفال حطوا كمان معاه قرن فلفل سبايسي بيدي طعم حلو قوي. تمام، هنزل بيهم كده كلهم على بعض، وكمان هضيف بس رشة ملح وفلفل اسمر مش اكتر من كده، واقلبهم كلهم حلو مع بعض. هنا بقى حطيت ورق الزبدة، ورقة كبير وبلتها مية حاجة بسيطة جدا، وحطيت ورقتين فويل خلف خلاف. تمام، اول حاجة كده من تحت هنزل بشوية بالشكل ده كده، وهرص فوقه اللحمة بالتتبيلة بتاعتها كلها. اهو ضفت اللحمة بتاعتي كلها وحواليها كده الدهنة بتاعتي، وحطيت التتبيلة كلها. اخر حاجة، اول حاجة اللي قبل الاخيرة، هنزل بباقي الخضار بتاعي كده فوقيها، البصل والفلفل وصوص الثوم الطماطم. اخر حاجة هضيف نص كوباية مية على الاطراف كده عشان التتبيلة متطيرش. بس كده، واقفل كويس قوي بقى وادخل الفرن. هو يا جماعة كمرتها بالشكل ده، هدخلها على فرن سخنة وتحفة يا جماعة، بعملها دايما، جربوها. ولو عندكم هريسة شطة ممكن تضيفوا لها نص معلقة صغيرة كمان مع التتبيلة، بس بجد تحفة تحفة. يلا على الفرن بقى. ادي يا جماعة ورقة اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت، وعايزة اقول لكم ان اللحمة اهي دايبة وتحفة يا جماعة اهي، فظيعة. بس بقى ده الفيديو بتاع النهارده، وجربوا الوصفه هتدعولي بجد تحفه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. باي باي.